العلاقات غالبًا ما بتنهارش فجأة، ما فيش يوم واحد كل حاجة بتُقف فيه مرّة واحدة. الحقيقة إن المشاعر دي بتموت، بس بتموت بالتدريج. تعالَ أقول لك وأقول لِك إيه السبب اللي بيخلّي أخطاء صغيرة بتقتل المشاعر وبدون ما نحس، وبتحوّل الحب ده لبرود. الحقيقة يا جماعة إن المشاعر بتموت بالتدريج بسبب تصرفات صغيرة بنعملها كل يوم وبدون ما نحس. لو كلمة بسيطة، تجاهل صغير، رد فعل غير متوقع أو رد فعل بارد على موقف، مع الوقت طبعا هتلاقي إن الحب ده اللي كان قوي جدا بيتحول لصمت وبرود وغربة. في الفيديو ده تعالوا أقول لكم هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن أخطر الأخطاء الصغيرة اللي بتقتل أي علاقة حتى لو كان فيها حب حقيقي. ناس كتير فاكرة إن نهاية العلاقات بتحصل بسبب الخيانة أو الكره، لكن علماء النفس قالوا إيه؟ علماء النفس يا جماعة كانوا بيقولوا إن أغلب العلاقات بتنهار بسبب التراكمات الصغيرة. المشكلة إن الأخطاء دي بتكون عادية جدا لدرجة إننا مش بناخد بالنا منها، مش بنلاحظها. مع الوقت الاهتمام ده بيقل، الكلام الحلو بيختفي تماما، التواصل بيضعف بين الزوجين، ويبدأ كل طرف يحس إن هو لوحده برغم وجود الطرف التاني معاه. في الفيديو ده هنعرف أخطر العادات اللي ممكن تدمر المشاعر. لبعض الأزواج بيبقوا غربة عن بعض رغم إنهم موجودين في نفس البيت، وإزاي ممكن نوقف تآكل الحب قبل العلاقة ما تنهار تماما. أخطر حاجة ممكن تحصل في أي علاقة إن الشخص يحس إنه غير مرئي. يعني إيه؟ يعني شريكك بيتكلم وإنت مش مركز معاه، يحكي عن يومه وإنت ماسك الموبايل مشغول فيه، يحاول يلفت انتباهك وإنت بارد مش مهتم بيه. المشكلة الحقيقية إن الإنسان ممكن يستحمل التعب والروتين وضغط الأعصاب والنفسي اللي بره البيت، لكن صعب يستحمل الإحساس إنه غير مهم واللي قدامه بيتجاهله. التجاهل المتكرر ده بيخلق برود عاطفي، إحساس بالوحدة وضعف التعلق. ومع الوقت المشاكل دي بتبدأ تدبل، ما بتبقاش حاسس بيها. مثال بسيط، زوجة عاملة حاجة مخصوص لزوجها وهو حتى ما لاحظهاش ولا علق عليها. الموقف الصغير ده هو موقف صغير لكن تأثيره النفسي كبير جدا على الزوجة. النقد طول ما انت قاعد بيكون في نقد. في فرق يا جماعة بين النصيحة والتقليل المستمر. بعض الناس كل كلامهم انت دايما غلط، انت ما بتفهمش، شوف الناس التانية بتعمل ايه وتعالى كلمني. الكلام ده بيكسر في المشاعر بالتدريج، بيحطم اللي قدامك. التقليل المستمر والنقد المستمر في الطرف التاني دي مش حاجة كويسة. احنا مش في سباق هنثبت مين فينا الأقوى ومين فينا الأهم ومين فينا الكويس. هو مش سباق يا جماعة. ليه؟ لأن الإنسان محتاج يشعر بالقبول داخل العلاقة. لما العلاقة تتحول لمكان كله انتقاد، الطرف التاني بيبدأ يقفل عاطفيا، ده لو ما كانش هيقرر يمشي. أخطر نوع نقد الإهانة وقت الخلاف. لما تيجي تتخانق مع حد أو مع الطرف التاني وتبص تلاقيه بيجيب لك كل القديم والجديد. طب ليه؟ طب هو إيه ده؟ طب عملت ليه كده؟ طول الوقت انتقاد.
في ناس وقت العصبية بتقول كلام عمر الطرف التاني ما ينساه، زي ما يكون لسوعة وزي ما يكون كرباج بينزل يضرب فيك. والجرح النفسي أحيانا بيعيش سنين وساعات أكتر ما بيكونش ليه علاج. أول العلاقة كل حاجة بيكون ليها قيمة. بعد فترة الاهتمام ده بيتحول لواجب. الزوجة تتعب عادي، الزوج يشتغل طبيعي، ومفيش شكر ولا تقدير. لكن يا جماعة الحقيقة النفسية اللي غايبة عننا، أي إنسان يحتاج يشعر إن هو متقدر، ده لو بكلمة شكر اتقالت ممكن تغير إحساس كامل. العلاقات لما بتموت لأن الطرفين يحسوا إن وجودهم بقى مضمون ومش مهم. أنا اتجوزتك، ما أنت قاعدة زي أي حاجة في البيت، هتروحي فين يعني؟ أنا اتجوزتك، ما أنت هتلف تلف وترجع، هتروح فين يعني؟ خالص. مش هو ده، مش دي الطريقة، مش دي الحياة. الروتين مش إن الحياة تبقى هادية وروتين يومي. الروتين الحقيقي إن المشاعر تبقى مكررة وباردة، في برود، نفس الكلام، نفس اليوم، مفيش اهتمام جديد. رايح شغلك، راجع من شغلك، هتقومي تطبخي، هتنامي بعد ما تخلصي الطبيخ. روتين قاتل. المشكلة إن العقل البشري بيحب التجديد بدون ما تحس. عقلك رافض الروتين. مش لازم تعالى نسافر، مش لازم فلوس كتير تتصرف، لكن حتى لو خروجة بسيطة يا جماعة، رسالة مفاجأة في وقت انت مش متوقعه، قعدة مختلفة، ضحكة جديدة، كل ده بيعيد الحياة للعلاقة ويجددها من أول وجديد. في بعض الناس بتستخدم الصمت كعقاب. قرر ان هو مش هيتكلم، الكلام بيختفي، البرود بيزيد، الطرف التاني يفضل يفكر: هو انا عملت ايه؟ هو في ايه؟ هو ليه رد الفعل كده؟ هو انا عملت حاجة غلط؟ تجاهل غريب. ليه بقى الصمت بيكون مؤذي؟ لان الغموض بيتعب النفسية جدا، بيرهقها. التواصل حتى وقت الخلاف ده مهم. مش لازم نحل كل حاجة فورا، لكن لازم يكون في امان بالحوار. من أخطر الحاجات في أي علاقة إنك تقعد تقارن. شوف جوز فلانة عمل إيه، بصي مرات فلانة سوت إيه. الكلام ده يا جماعة بيدمر الثقة والمشاعر، لأن الطرف التاني يحس إن مهما عمل هو مش مكفي اللي قدامه. أنت مش كفاية. هو بيبص لحد تاني تصرفاته بتكون عاملة إزاي. الحقيقة كل علاقة بتكون مختلفة. المقارنات بتخلي الإنسان يشوف عيوب شريكه فقط. أنت مش شايف غير الجانب الوحش، مع إن ممكن يكون الجانب الحلو بيطغي، لكن أنت مش شايفه. أنت لاغي عقلك، شايف الوحش بس وبتنسى المميزات، مش عايز تشوفها، مغمي عينك. في النهاية يا جماعة العلاقات ما بتموتش فجأة، هي بتتعب بالتدريج بسبب الأخطاء الصغيرة المتكررة. لكن الخبر الحلو أن نفس التفاصيل الصغيرة اللي بتقتل المشاعر ممكن ترجعها للحياة من جديد. اهتمام بسيط، تقدير، كلمة حلوة، حضن وقت التعب. الحب الحقيقي محتاج رعاية، مش بس مشاعر. لو وصلت لحد هنا قولي في التعليقات ايه أكتر تصرف تشوفه بيدمر أي علاقة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان فيديوهات أكتر عن العلاقات والحياة النفسية.